النهارده هنتكلم سريعا عن قضيه طلعت ترند، وهي مجموعه من مشاهير التيك توك، من ضمنهم المعروف باسم شاكر ومداهم وغيرهم. كلنا عارفين انهم اتمسكوا واتهموا بغسيل اموال. فيعني ايه الكلام ده وليه ده خطر قانوني؟ تعال نشوف ايه هو غسيل اموال. ببساطه كده، غسيل اموال عمليه بتحول فلوس متحصله من جريمه زي ترويج مخدرات، تهرب ضريبي، نصب، تجاره غير قانونيه، علشان تبان كانها عوائد شرعيه بالظبط. فاللي بيعمل غسيل اموال بيحاول يخفي مصدر الفلوس عن طريق سلسله معاملات. طب ايه هي المعاملات دي؟ المعاملات دي شركات وهميه، مثلا تحويلات، بيع وشراء السلع، استثمارات مزيفه، وكل ده عشان الفلوس تبان نظيفه. طب مشاهير التيك توك اتعامل معاهم كده ليه؟ السلطات الامنيه بتتبع خطوات للتحقيق، تحريات ماليه، تتبع تحويلات بنكيه، مراقبات تعاملات تجاريه، وضبط اموال او ممتلكات مشتبه فيها. في حالات زي ما حصل هنا، النيابه بتؤمر بتجميد الحسابات دي وضبط الاموال واحاله المتهمين للتحقيق وتجديد الحبس الاحتياطي لو لزم الامر. قانون مكافحة غسيل الأموال في مصر بيوضح عقوبات شديدة ممكن توصل للسجن لمدة تصل 7 سنوات، وغرامة مالية بتعادل قيمة الأموال محل الجريمة أو بتضاعفها، بالإضافة لإجراءات مصادرة وتحفظ. طيب العقوبة بتتوقف على إيه؟ تتوقف العقوبة على حجم الأموال ودور الشخص ومدى إدانته بارتكاب الجريمة الأصلية أو معرفة مصدر الأموال. طيب المتهمين دول ليهم حقوق؟ اي متهم طبعا ليه حقوق. طب من ضمن الحقوق دي هي ايه؟ مهم ان احنا نعرف ان المتهم من حقوقه انه يوكل، ابسط حاجه يوكل محامي. ليه كمان حق في الطعن، وحق ان الادله بتتعرض في التحقيقات والمحاكمه. لكن التحقيقات الماليه بتبقى معقده شويه. طب تحريك ملف غسيل الاموال ده غالبا بيحتاج تتبع معاملات مصرفيه ومراسلات ومعاينات ماليه. طيب الخلاصه هنا ان انت لو سمعت ترند عن حد متهم بغسيل اموال، الموضوع مش بس فيديو وكلام على السوشيال ميديا، ده تحقيق جنائي كبير ممكن يدخل اشخاص السجن ويصادر اموالهم. خلي تعليقك عقلاني، وخلينا نتابع الاخبار من مصادر موثوقه. سلام.